لو قعدت في قهوة قبل كده أو كافيه أو طلعت في البلكونة في بيتكم، أكيد شُفت الكرسي ده. عمرك فكرت الكرسي ده بيتصنع إزاي؟ أنا هاقول لك. الكرسي البلاستيك الأبيض اللي بيتعمل من قطعة واحدة. أيوه بالضبط كده. الكرسي المشهور اللي كلنا بنشوفه في كل مكان في العالم. خفيف ورخيص وبيتكوّم فوق بعضه، ويستحمل المطر والشمس والجو الوحش. ده مثال واضح على تصميم الصناعة الحديث ببساطة. الكرسي بيتصنع من مادة اسمها بولي بروبيلين. يسخّنوا حبيبات البلاستيك لدرجة حرارة حوالي 220 درجة مئوية لحد ما تسيح وتبقى سايلة. بعد كده بيدخّلوها في قالب معدني معمول على شكل كرسي. يسيبوها تبرد وتتماسك، وبعد كده القالب بيتفتح ويطلع الكرسي جاهز. الطريقة دي اسمها الحقن في القوالب، وسبب شهرتها إنها سريعة ورخيصة، وبتطلّع كراسي بجودة واحدة في كل مرة. القالب نفسه مكلف جدًا، بس لمّا بيتعمل الإنتاج بيبقى سهل وسريع جدًا. الكرسي الواحد ممكن يتعمل في أقل من دقيقة، وتكلفته بتكون كام دولار بس. عشان كده الكراسي دي بتتصنع بأعداد ضخمة وبتتباع في كل بلاد العالم. كرسي شكله بسيط لكن مزيج عبقري بين الوظيفة والسعر والتصميم الصناعي الصح. لو في حد بيشتغل في شركة بتصنع الكراسي دي يقول لنا تجربته في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.